النهاردة أنا هعمل ساندوتش باربيكيو على طريقة المحلات بطريقة سهلة جدا. اللحمة اللي أنا هستخدمها تشاك روست 2 باون وحاجة في 1 كيلو. الصينية اللي هتدخل الفرن هنزل بنص كوباية كاتشب وربع كوباية باربيكيو. حابة تسوي اللحمة في الحلة اللي هي سلو كوك هتاخد معاكي في حدود 6 ساعات. هتدخليها الفرن في حدود 1:30 2:15 على حسب الفرن بتاعك. هضيف التوابل، نص معلقة كبيرة ملح، نص معلقة فلفل اسود، معلقة كبيرة سكر بني، نص معلقة بصل بودر، نص معلقة توم بودر، نص معلقة صغيرة اورجانو، نص معلقة بابريكا مدخنة، نص معلقة صغيرة شيلي فليكس او شطة، معلقة زيت زيتون. هخلط التوابل وانزل باللحمة. هغلف اللحمة بكل التتبيلة. هضيف كوباية شوربة مغلية، لو ما عندكيش شوربة ضيفي كوباية مية مغلية. هدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة. هغطيها بورق زبدة وفويل وهدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة من 1:30 ل2:15 على حسب الفرن بتاعك. كده انا خرجتها من الفرن. هي استوت. هقطعها بالشكل ده. اي اكل بيدخل الفرن بيبقى سهل، ما بنقفش كتير، بيبقى مريح، غير طعمه بيبقى حلو خالص. هضيف الكاتشب والباربيكيو على اللحمة. هحضر الساندوتش. هضيف بيكل، حابة تضيفي جبنة براحتك، بس الساندوتش ده مش بتحط له جبنة. طعم اللحمة جميل جدا. ساندوتش سهل وطعمه جميل جدا. عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. اللي ما عملش فولو اعمله فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. تابعينا على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر، فعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم في فيديو جديد.